السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا، تحياتي لكم الإخوان. إن شاء الله اليوم غادي ندوي على المرض، واحد المرض نحطو في السلسلة ديال الأمراض ديال الدجاج. واحد المرض الناس ما عارفينش شنو هو داك المرض، غا كينطقو بسميتو، غا كيلوحو سميتو. هاد المرض هذا هو المرض ديال الكساح. شوف، ضرب عندي الكساح، واش فيهم الكساح، ياك ما شادهم الكساح. وما ما عارفين شنو هما الاعراض ديال الكساح. دابا شكون اللي تيقولوا لي الكساح هو نيوكاسل تيقولوا لي الكساح. باش نصحح هاد المعلومه وصافي. نيوكاسل الاخوان مرض بوحدو، والكساح مرض بوحدو. والكساح ما كيقتلش فوري، وكيتعالج، مرض كيتعالج. مرض هاد الفيديو هذا عنده علاقه مع الفيديو اللي درت قبل. حطيته يمكن في فيسبوك، حطيته في فيسبوك واحد الفيديو على كندوي فيه على المشكل ديال البيض. راه الكساح الا كنا نحطوه شنو غادي نديرو، هو المشكل ديال البيض هو الكساح، اذا كان التعبير صحيح. حيت الاعراض اللي كيكونوا ديال الكساح، السبب ديال المرض ديال الكساح راه هما النيت اللي كيسببوا في النقصان ديال البيض، والقشره ما كتكونش عند البيض. المهم يعني غادي نجمعوا هنا فيديو في جوج فيديوهات. كيما غنقول لكم، المرض ديال الكساح السبب ديالو هو النقصان ديال الفيتامين. واش من فيتامين؟ هو دي 3، هو ديال الشمس. هذاك استغفر الله، عفوا. هذاك الفيتامين اللي كتعطينا الشمس، باش اش كيدير الدور ديال الفيتامين ديال دي 3؟ هو اللي هو اللي كيسبب في الامتصاص كيسبب الفوسفور، هو كيلصق، كيتبت الكالسيوم والفوسفور، كيتبتهم على العظام باش يتم الامتصاص ديالهم، ولا على القشره ديال البيض باش يتم الامتصاص ديالهم. الا ما كانش هو اللي ما كيخليش، اللي كيخلي الفلوس يكون عنده اعوجاج في الارجل، النمو بطيء، ما كيبغيش يكبر، كاع ما كيبغيش يكبر، هشاشه ديال العظام. يعني هذا الفيتامين هذا هو السبب ديال المرض ديال الكساح راه هو داك الفلوس ما كيكبرش، ضعيف، هزيل، ما كيقدرش يبقى واقف، كيرجي كيتشلو عليه. هذا هو الكساح. وداك الناس اللي كينشروا الدجاج، الكساح راه هو داك الفلوس ولا الدجاجه ولا الفروج اللي ما كتنوضش، اللي كتقول لها تشلات من رجليها. هذاك مرض الكساح السبب ديالو هو النقصان ديال الكالسيوم، ديال الفوسفور، ديال دي 3. يعني الشمس ما كيتشمشوش بزاف. فاش ما كيتشمشوش بزاف، واخا تعطيهم الكالسيوم ما كيتمش التثبيت ديالو في العظام وعلى القشره ديال البيض. واهم حاجه هو العظام، كتولي عنده هشاشه ديال العظام، ما كيقدرش يبقى يوقف، حتى الحركه ديالو كتولي عوجه، بحال تقول كيرجي كيتقرقبوا بجوج، كيدابزوا بجوج. يعني هذا المرض هذا راه بعيد على نيوكاسل راه مرض بوحدو، والكساح راه مرض بوحدو. راه كاين اللي كيخلط بيناتهم. كيشوف في الروج ولا الدجاجه تلوى ليهم العنق تلوى ليه عنقو مات، تيقول لك الكساح ضرب عندي. هذاك راه نيوكاسل، هذاك راه عنده الفاكسا ديالو بوحدو، كيتفاكسا. اما الكساح راه كيتعالج، الكساح كيتعالج بادويه عاديه، كيتعالج. الا ما الدجاج خصو يتشمس، يتعرض للاشعه ديال الشمس، يعني ضروري خصو يسرح باش يضرب في الاشعه ديال الشمس، باش هذاك الكالسيوم ولا داك الفوسفور اللي كتعطيهم انت في الوجبات اليوميه يتم الامتصاص ديالو بشكل كامل، ويستافد منه العظام، ويستافد منه الذات ديالو كامله. فهمتوني الاخوان والاخوات؟ يعني انا كنصح على انه تفرقوا ما بين مرض نيوكاسل والكساح. هنا دويت في هذا الفيديو على الكساح، باقي ان شاء الله غادي ندوي على نيوكاسل، الاعراض ديالو بوحدو. الكساح هادو هما الاعراض ديالو. اللي كيحط البوست في فيسبوك على انه وهاد الدجاج شنو غادي ندير له، هاد الفروج هذا مابقاش كيقدر يوقف، مابقاش كيقدر يمشي، راه عندك التثبيت ديال الكالسيوم ما كاينش، والفوسفور، يعني الدات ما كتستافدش. هذا هو المشكل اللي عندك. يعني دي 3 ما كايناش، فيتامين دي 3. والزيت ديال الكبد ديال الحوت راه فيه، راه غادي تمشي تاخذهم، كتباع، راه فيها دي 3 تعطيها ليهم، ولا يشريه من الفارماسيه، من الصيدليات، راه كيتباع في الصيدليات دي 3. ودفعوا الدجاج، ان شاء الله غادي تيسر الامور، وغادي تولي عندك الثبات في المشيه، غادي يبدا يسترجع العافيه ديالو يوم بعد يوم ان شاء الله. حفظكم الله ورعاكم، تحياتي لكم.